مساء الخير يا أصحابي، مساء الفل، مساء الجمال، مساء كل حاجة حلوة. طبعا كلكم شايفين الشمس جميلة ازاي، بس اللي انتوا ما تعرفوهوش ان الشمس طالعة وشكلها جميل جدا. بس عايز اقول لكم ان في رياح شديدة جدا وفي رعد وشكلها هتمطر وهتقلب الدنيا ومش عارفين ايه حكايتها. فتعالوا بينا نشوف كده بعد شوية ايه اللي هيحصل معانا، وربنا يستر، لان احنا هنا في المملكة العربية السعودية في كل ثانية في حال. هوبا، زي ما قلت لكم بصوا بقى، اتبهدلت. الشمس اللي كانت طالعة يا جماعة، اقسم بالله المطره مش عايزه تبطل. انا بجيب حاجات للشغل بتاعي وواقف مش عارف امشي، بس لازم أنا امشي. بصوا الدنيا عامله ازاي. ده كده المطره زادت جدا جدا، الواحد مش عارف يروح فين. بس بصراحه نفسي انزل اتمشى تحت المطره، انا بحب جدا الموضوع ده، بحب اخرج والدنيا بتمطر. فهستنى تهدى شويه وبعد كده هنزل وامشي وامري لله، عشان بصراحة الجو حلو جدا. هو جو عجيب شوية، احنا في مكان اسمه محايل وكل ساعة بحال. يلا بينا نلف شوية تحت المطرة ونسمع شوية أغاني ونشرب شوية شاي علشان نتدفى في الجو ده، رغم ان الجو مش برد ولا حاجة، بس المطرة شديدة جدا. احنا دلوقتي داخلين على المغرب، ولكن ما بطلتش من بعد العصر لحد دلوقتي، ما بطلتش مطرة. بس الجو حلو جدا بين الجبال. المكان اللي انا فيه بيشبه شوية شرم الشيخ، جبال حوالينا في كل مكان، وشوية شتاء وشوية حر في المكان ده. اسمه محايل عسير، من المناطق الجميلة جدا، وحبيت أشارك